السلام عليكم جميعا واهلا وسهلا بيكم في قناتكم اف اي موفيز. في فيديو النهارده هنتعرف على ترتيب الافلام المتصدره البوكس اوفيس الهندي للاسبوع الاخير لشهر مارس 2023، ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نبدا. ونبدا بالمركز العاشر وفيلم الاكشن والدراما وولتر فيرايا. الفيلم حصل على تقييمات 6.4 على موقع اي ام دي بي، وبعد 34 يوم من عرضه في السينمات حقق اجمالي ايرادات 2 مليار و223 مليون روبيه هنديه. وفي المركز التاسع فيلم الدراما والاكشن فاريسيو. الفيلم حصل على تقييم 6.1 على موقع اي ام دي بي، وبعد 41 يوم من عرضه في السينمات الهنديه حقق اجمالي ايرادات 3 مليار و24 مليون روبيه هنديه. وفي المركز الثامن فيلم الاكشن والكوميديا شهزادة. الفيلم حصل على تقييم 5.3 على موقع اي ام دي بي، وبعد 19 يوم عرض في السينمات حقق اجمالي ايرادات 353 مليون روبيه هنديه. एक्शन करते हैं। وفي المركز السابع فيلم الاكشن والكوميديا سيلفي. الفيلم حصل على تقييم 6 على موقع اي ام دي بي، وبعد 12 يوم من عرضه في السينمات حقق اجمالي ايرادات 197.5 مليون روبيه هنديه. देखिए एक पुरानी कहावत है कि जब तक शेर अपनी कहानी नहीं सुनाएगा तब तक आपको शिकारी की कहानी पर ही यकीन आएगा। وفي المركز السادس فيلم الاكشن والجريمه كابزا. الفيلم حصل على تقييم 7.9 على موقع اي ام دي بي، وبعد 10 ايام من عرضه في السينمات حقق اجمالي ايرادات 508 مليون روبيه هنديه. وفي المركز الخامس فيلم الدراما زويكاتو. الفيلم حصل على تقييم 7.5 على موقع اي ام دي بي، وبعد 6 ايام من عرضه في السينمات حقق اجمالي ايرادات 24.5 مليون روبيه هنديه. आप समझ नहीं रहे हैं, हमारा रेटिंग एकदम से डाउन हो गया है। आपको पता है आप कितने लकी हो। टाइम पे पैसा, आपकी मर्जी की शिफ्ट, पर आप लोगों की तो आदत ही बस कंप्लेंट करनी की। आदत तो बस चुप रहने का है मैडम। الاكشن والمغامره بثان. الفيلم حصل على تقييم 6.1 على موقع اي ام دي بي، وبعد 61 يوم من عرضه في السينمات الهنديه حقق اجمالي ايرادات 5 مليار و430 مليون روبيه هنديه. وفي المركز الثاني فيلم الرومانسيه الكوميدي تو جاوتي ميان مكار. الفيلم حصل على تقييم 6.8 على موقع اي ام دي بي، وبعد 19 يوم من عرضه في السينمات حقق اجمالي ايرادات 1 مليار و300 مليون روبيه هنديه. चलना एकदम अच्छी ड्राइव में मजे करेंगे। गाड़ी खराब हो गई और होटल में सिर्फ एक कमरा हो तो मैं जमीन पे नहीं सोऊंगा। तू बिस्तर पे सो जाना, मैं जमीन पे सो जाऊंगी। दारू पिला के तेरा फायदा भी नहीं उठाऊंगी। आई नो तू डर रहा है, पर ट्रस्ट मी मैं हूं ना। وفي المركز الاول فيلم الدراما بهيد. الفيلم حصل على تقييم 5.6 على موقع اي ام دي بي، بعد 3 ايام من عرضه في السينمات حقق اجمالي ايرادات 24 مليون روبيه هنديه. न्याय हमेशा ताकतवर के हाथ में होता है शर्मा जी। अगर कमजोर के हाथ में न्याय दे दिया जाए ना तो न्याय अलग होगा। मॉडर्न बन गया है अपने ही देश के अंदर। وبكده خلصت حلقتنا عن البوكس اوفيس الهندي. فاذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.